أنا أعلم مخاوف السودانيين تجاه مستقبل السودان الواحد، وأعلم أن الغالبية العظمى من السودانيين يتمنون أن يكون هذا السودان سودانا موحدا. أقول لكم حكومة السلام وتأسيس تقف إلى صف الوحدوي من أبناء الشعب السوداني. أنا أعلم أن الغالبية العظمى من السودانيين داخل السودان وخارج السودان كرهوا الحرب، سواء كان حرب 15 أبريل أو كل الحروب اللي جات ما بعد الاستقلال، ويتمنون أن تقف هذه الحرب اليوم قبل القد. أنا أقول لكم حكومة السلام وتأسيس تقف إلى صفكم. أنا أقول لكم وأعلم أن الغالبية العظمى من السودانيين نهش جسدها خطاب الكراهية وتجريم الآخرين، وهو خطاب زرعته جماعات الفتنة الدينية في السودان خلال 30 سنة، استثمرت في خطاب التقسيم وخطاب الكراهية. يقف السودانيين اليوم في صف واحد ضد خطاب التقسيم. أقول لكم ضد خطاب التقسيم والكراهية. أقول لكم حكومة السلام وتأسيس تقف إلى صفكم. نعم، الحرب قتلت كل شيء في السودانيين، ولكن لم تقتل فيكم الأمل، لأن البلاد العظيمة بنيت من ركام الحرب ورماد الفجيعة، ونحن نثق في شعبنا ونثق في مستقبل بلادنا، وأن من ركام الحرب ورمادها تربت أجيال وأجيال منذ حرب الأنان الأولى 1955. من هذا الرماد ومن هذا الدخان ومن هذه الفجيعة سوف نبني بلدا متحد، هذه المرة لا لمصلحة مجموعة صغيرة، ولكن لمصلحة جميع السودانيين يعيشوا في هذه البلاد بالتساوي وبالأمان. نتمنى أن نوقف الحرب اليوم قبل غدا. مسؤولية حكومة السلام وتأسيس أن تستجيب لجميع المبادرات الجادة لإيقاف الحرب التي تنهي هذه الحرب والحروب التي أشعلت في جسد السودان خلال 70 سنة الماضية